بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان شهر الجود والإحسان، وهو شهر القرآن. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهو شهر الحسنات. والبيت المسلم بين حسنة ماضية وحسنة قادمة، فرمضان شهر ترفع فيه الدرجات وتضاعف فيه المثوبات. وأين برهان البيوت المسلمة من هذه الطاعات؟ سأنبيك عن نبيك صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. أنت للمال إذا أمسكته، وإذا أنفقته فالمال لك. فأرعني عقلك أيها البيت المسلم. الفقير محتاج، والمسكين يتلهف لطارق يطرق بابه، ومع هذه الحاجة إلا أننا أحوج منهما، بل وفي حاجة ماسة إلى ثواب الصدقة وأجر البر والإحسان، فحاجتهما دنيوية وحاجتنا دنيوية وأخروية. فاشتر نفسك من الله، وأطعم الجائع، وأعط الفقير، وابدأ بمن تعول. فالصدقة برهان لدلائل الإيمان. ثم الأسئلة ثلاثة: من أين لك؟ وفيما أنفقته؟ وماذا عملت فيه؟ فها هو مولاك للنفقة قد دعاك. فاللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال.